البروبيوتيك اللي كتحمي ليك البشرة تخربات بكثرة البرودويات ومواد التجميل، عالجيها بهاد الوصفة وماكي وجهك كيف ما بغيتي وانتي مرتاحة بلا خوف من الأضرار والعواقب ديال الكيماويات. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ويلقاكم هاد لا فيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله جيتكم بوصفه جديده كيف ما لاحظتوا في العنوان، مكون واحد غتحاربي مجموعه من الاضرار البنات، بحال التصبغات الجلديه، الكلف، النمش، التجاعيد وبزاف ديال الاضرار اللي كتصيب البشره ديالك. غتحاربيها بهذا المكون الا داومتي عليها. كيخص هاد الوصفه ديريها روتين يومي في حياتك، ما عندها حتى شي اضرار جانبيه، بالعكس هي وصفه اللي هي زوينه. في هاد الوصفه البنات كنحتاجو النخاله. غادي نوريكم الوصفه البنات. غنحز الكاميرا عندي، نتوما غنزل لكم الكاميرا باش تشوفوا. كنحتاجوا البنات في هذه الوصفه النخاله ديال القمح ولا ديال الشعير اللي متوفره عندك، وكنحتاجوا الزبيب والتمر، 7 الحبات ديال الزبيب وواحد التمره كنقطعوها طريفات صغار بهذا الشكل هذا. وكنحتاجوا كاس اللي يكون ما كيدخل ليناش الاضاءه، يكون معتم. كنديروا القياس ديالنا ديال النخاله 4 المعالق مثلا، داكشي اللي غيدوز لينا 3 ايام. عاودوا نصيبوا كميه وحده اخرى فاش نستعملوا هذه الكميه، في نفس الوقت غنصيبوا كميه وحده اخرى باش علاش ما نساليو هذه الكميه، علاش ما نطبقوها على وجهنا كتكون الكميه الاخرى وجدات. وهكا كنبقاو مستمرين. نتوما كيف ما كتشوفوا 7 ديال الحبات ديال التمر ديال الزبيب وتمره مع النخاله، وكنخلطوهم بالماء، الماء الكافي حتى كنشوفوا النخاله ديالنا بانها تخلطات مزيان، لانها كتنفخ. خصنا نديروا لها شويه ديال الماء كتير لانها راه كتشرب داك الماء وكتنفخ. كنخليوها هكا واحد اليومين ولا 3 ايام حتى كتخمر، ومن بعد كنستعملوها. كنغطيوها هكا ونديروها في شي بلاصه ما كتدخليهاش الاضاءه. مع دابا وقت البرد نخليوها 3 ايام. في الصيف ممكن تخليها نهار واحد دغيا كتخمر. داك الزبيب والتمر هو اللي كيساعدها في التخمير. علاش كنديروا معاها الزبيب والتمر؟ هو اللي كيساعد ديك النخاله باش كتختمر، كتولي الريحه ديالها بحال اللبن. فاش كتخمر كتشمي ريحتها كتولي بحال اللبن. ما خصكش تخليها اكثر من القياس، حيت الا خليتيها اكثر من القياس كتشمي فيها ريحه خايبه. كيخصك تشمي فيها ريحه اللبن باش كتعرفي بانها راه صالحه انك تستعمليها للوجه ديالك. كتعرفي بان البكتيريا النافعه اللي فيها راه حيه. اما الا دوزات اكثر ولا خليتيها تخمرات اكثر كتبدل الريحه ديالها، صافي ما كتبقاش صالحه انك تستعمليها لوجهك. هنا انا راني خدمتها ديجا من قبل باش نوريكم في لا فيديو. هانتوما كيف ما كتشوفوا هذا هو الماء اللي كنستافدوا منه. هذا هو الماء اللي كيكون غني بالبروبيوتيك البنات، البكتيريا النافعه اللي كتكون عندنا حتى في الاجسام ديالنا لداخل، هي اللي كتساعدنا على الامتصاص وكتساعد على الهضم. ضروري خاص هذه الماده تكون عندنا، راه كتكون عندنا حتى في الجلد ديالنا على البشره ديالنا. وإلا ما بقاتش هاد البكتيريا كدير خدمتها اولا ما بقاتش نشيطه، راه كتعرض البشره ديالنا لبزاف ديال العوامل. مثلا الا تجرحتي كيبقى لك لاطراس ديال الجرحه، ناض فيك الحبوب تيخلي لك حتى هو لاطراس، تعرضتي للشمس تتبقى لك الكحوليه ديال الشمس، وجهك تيبقى ينشف مع الجو. الا تبدل الجو وجهك تينشف. لذلك خصنا نحافظوا على هذه الماده، ما نقتلوهاش بكثره الكيماويات والبرودويات. بهاد الوصفه البنات غادي تحافظي على ديك الماده وغادي تغديها وغتبقى ديما نشيطه، رغم انك ديري المكياج لوجهك اولا ديري البرودويات الكيماويات مواد طبيعيه اللي درتيه لوجهك ما كيتاثرش. كتبقاي ديما انت معاونه البشره ديالك بهاد الوصفه. هاد الوصفه خاصها تكون معتمده عندك، ما عندها حتى شي ضرر على البشره ديالك، بالعكس كتصلح لك البشره من الجذور ديالها. كتستعمليها بهاد الطريقه، داك الماء كتبقاي تماصي به يدك ولا وجهك قبل ما تنعسي. ما حدك كتماصي البلاصه، ما حدك كتماصي وجهك وهو تيشرب، ما حدك تتماصي وهو تيشرب. كتخليه واحد 5 ديال الدقائق وكتغسلي وجهك عادي وتمشي تنعسي. راه مع المداومه ديال هاد الوصفه راه كتبقى تعطيك واحد البياض في وجهك ماشي عادي، واحد البياض اللي هو طبيعي
وكيتحيدوا لك لي طاش مع المداومه ومع المده، كيتحيدوا لي طاش اللي في وجهك. كتقدري ما تحتاجيش كاع ديري الماكياج، كتباني زوينه بلا ماكياج. هنا عندي 2 معالق ديال النشا الذره، اولا ممكن انك ديري الدقيق ديال الارز بحال بحال، كتسقيهم بالماء ديال النخاله وكديريه ماسك لوجهك قبل ما تنعسي ربع ساعه. كتخليه على وجهك ربع ساعه ومن بعد كتغسلي وجهك. الا بقيتي مداومه على هذا الروتين بهذه الطريقه غادي تبقاي محافظه على البروبيوتيك، البكتيريا النافعه اللي كتكون في البشره ديالنا، غتبقاي محافظه عليها ديما، كتكون نشيطه وكدير خدمتها، وغتبقاي ديما تباني في سن صغيره، وغتبقاي تحاربي السموم ديال البشره اللي كيجيوك من الكيماويات ومواد التجميل اللي كتبقاي ديما ديري لوجهك. بهاد الوصفه غادي تبقاي ديري مواد التجميل والكيماويات والبرودويات وانتي مرتاحه، لان عندك واحد الحمايه ضد هاد الحوايج. وممكن انك ديري النخاله غوماج، كترطبيها في الحليب نص ساعه وكديريها غوماج للوجه ديالك. حتى هاد الطريقه راها فعاله، غادي تستغناي على لي غوماج كاملين اللي كتستعملي، وغتبقى هاد الوصفه عندك معتمده. والماء ديال النخاله كنديروه في واحد القريعه هكا وكنبقاو محتفظين به، تنديروا به الماسك، ندهنوه لوجهنا. راه كيدوز لينا مده ديال 3 ايام، ما خصوش يدوز 3 ايام باش ما يضيع ليناش. وهذا هو لا فيديو ديال هذا النهار، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم لا فيديو ما تنساوناش من لي لايكات والبارطاج البنات والتعاليق يكونوا زوينين. كنبغيكم البنات، كنحماق عليكم. يلا باي باي عليكم، بسلامه عليكم، خليتكم في امان الله.